عايزة تفطري فطار صحي ويكون بدون دقيق ابيض، واحلى حاجة ان هو يكون مشبع، فيلا بينا نعمل احلى فطار في دقايق. في بولة نزلت بكوب من الشوفان عليه كوب من الحليب المغلي، هسيبهم مع بعض كده لمدة 10 دقايق. وبعد 10 دقايق هنزل عليهم ب2 بيضة، عليهم شوية من الملح، شوية من الفلفل الاسود، شوية من الزعتر، معلقتين كبار من الجبنة الموتزاريلا، تقدري تستغني عنهم. هتقلبي الخليط ده كويس جدا في طاسة على نار متوسطة، نزلت بمعلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي زيت متوفر عندك. هتوزعي الخليط في الطاسة كويس جدا، هتغطيه وتسيبيه على نار هادية لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق هيبقى معاكي بالشكل ده، هتلاقيه اخد لون من تحت ولسه طري بسيط من فوق، هو تقريبا بقى 70% سوا. هرش عليه شوية من حبة البركة وبذور الكتان، ممكن تغطيها وتسيبيها لحد ما تكمل سوا، لكن انا بحب ان هي تاخد لون من ناحيتين. فهقلبها، بس الاول هدهن الطاسة دهنة بسيطة من زيت الزيتون، وبعد كده هرجع اغطيها 3-4 دقايق لحد ما تكمل سوا تماما وتاخد لون من تحت. وبجد هتاكلي احلى فطيرة صحية بمكونات بسيطة جدا.